الثوم من جديد، نزل جديد شوية ما شاء الله ما تبطلت شوية نخلطها هيجي يلا بننزلها. بعدها نضيف عليها البامية. هسه هاي باميتي الجديدة اللهم صل على محمد. اخليها شويه تحمس. طبعا انا مقطعتها بهالشكل هذا ومنقعتها مي وملح وشويه ليمون على مود تذب الماده اللزجه اللي بيها واطبخها. هسه حضيف عليها شويه ملح على مود يبقى الخضار مالتها هيك يعني فريش زاهي مثل ما يقول، يعطي الشكل كلش حلو. من نضيف لها الملح. بعد ما اضيف لها الملح شويه اضيف لها مي على مود تنسلق وتنحمس بنفس المي وتعطي النكهه الاطيب. بقى هاي البنات نغير اللون مالتها ما شاء الله. طبعا انا منقعتها مي وملح، صفيتها وسلقتها من الليمون هنا، صفيتها بالمصفي وبعدين مي وملح اخلطها. هسه حضيف هذا الرجاله مالت الملح، حضيف عليها بسيطه. المي تكون ثلاث المي وأخليه. ما شاء الله اللون، هذا اللون حلو وبشكل يعني ما شاء الله على قبارة خلطان. نسوي الأشياء البني. هسه حضيف طبعا المي منزل من السوائل شوية، يعني الماء تكون شوية بالبصمية هم تنزل. حضيف هسه المي عليها بسم الله. هذا المي كافي تقريبا 3/4 جلاس حبيت مي. اخليها تنسلق بنفس المي على مود تحمس واضيف عليها بقية المواد. حبايب حضرت الجزر التمن. اطيب شي ويا البامية انه يكون التمن بزل. حضرته ضفت وياه 3 مكيالات من الملح. انتظره يغلي على مود اضيف التمن وياه. ما نحاول نقلبها زايد عملتها مرض عندنا، نخليها هي تغلي لحد ما ينشف ميها ونضيف المواد. يا حبايب اكيد مرقة البامية ما تحلى الا وياها اللبن الطري مع الليمون والنعناع على مود تكمل طبختنا تصير طبخة أصولية. أهم شي اللبن والخضرة والبصل والفلفل الأخضر. بسم الله. شوفوا البنات مثلنا شلون صارت. شوفوا بعد شوية ينشف المي مالتها. بس أنا ايش راح أسوي معاها كلش تنشف. أضيف عليها طماطة عصير الطماطة والمعجون خاشوقة ونص. عصير الطماطة عندي أكثر. هاي منزوعة في القشر قشرتها وخلطتها. هنا ما حطيتها هاي ما بدي حاطتها. هسه حبيبتي لحظة. شوفوا هنا حخليها هي تغلي ويا يعني البامية عم تتغير النكهة مالتها. هذا المعجون شوفوا بنات، هذا المعجون قاشوة ونص مال المعجون خليت وياها. هسه حقبوها وخليها عشان الوقفة تروح اللي بالعصير الطماطم والمعجون. تمام. هسه بنات هنا عندنا غلى المي الحار مال التمن. حنضيف عليه التمن على مود نصفيه نسويه تصفى. تمام. بس لازم شنو حبايب قلبي نغيره من هاي النار على النار الأفضل. التمن السلق يحتاج لنار قوية ما يصير على نار ناصية لين يعجن، فيراد بسرعة بالفوران مالتها. هسه هنا حولت التمن على النار الكبيرة على مود تغلي أو يغلي عندنا التمن. وهنا ما شاء الله شوفوا البامية طبعا
ما اقلبها باي شيء، بس احرك الجدر بهالطريقة هاي، يعني هيجي اسوي له، بس يكون حذرين. تمام، على مود لا تنمرض عندنا البامية، تظل على صحيتها. هنضيف هسه كمية المي، بسم الله، ما حنخليها هواي على مود لا تنمرض عندنا البامية. هاي كمية المي كلش كافية. أنا خليت لها الملح والحامض، ما خليت حامض لأن عصير الطماطة هو ينطيها حموضة. انتظرون لحد ما نكمل التمن والصب وياكم. وهذا اللبن مالتنا حنخلط راح نسوي وياكم حبايب قلبي. شوفوا بيه النعناع والليمون عصرته وياه. هسه حنسوي لكم اياه ابو الوقفة. شوفوا حبايب ما شاء الله، هنا أنا صفيت التمن شلون نعرفه مستوي، من نجي نشيل حباية التمن ونسوي لها بهالحركة هاي تنقسم عندنا بسرعة. هسه نحمي الدهن ونضيف التمن. وهنا يا حبايبي الحلوين خليت الدهن تقريبا خاشوتين من الدهن، حضيف عليه التمن بس شوية يحمى واضيف عليه التمن. وهنا يا حبايب خليت التمن حخليه يتهدى وبعدين يلا اقلب التمن على مود كله يصير بنكهة الدهن، حينطينا طعم كلش طيب ومضبوط. النكهة تتغير. هنا عندنا ما شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد. شوفوا البامية، شوفوا اللون مالتها. طبعا ما نقولها تازة، بنخليها على نار ناصية، نخليها على نار سريعة على مود تمرد عندنا، فانتظرونا اثناء الصب. هسه حبايب هاي معون الخضروات مالتنا ويا البامية. شوفوا هنا بس باقي الوقفة مالت اللبن ما شاء الله. هسه حنحضر نضيف لبننا، نحضر قلاصاتنا على مود نبدي بالصب مالتنا. نضيف شوية من الوقفة، سوفت صارت مو وقفة. شوفوا الرهابة هنا شي رهيب مذهل. بعد انتظرونا بس نصب البامية والتمن. خليها عين على نار